They want a match, and not just a match. A match where generations collide. John Cena versus The Rock. We make history. We make the biggest matchup of all time. WrestleMania 28, the main event. You see, these people love The Rock. I was one of these people until I got to meet Dwayne Johnson. You will always be a little boy. 10 years and everybody knows I risk my health every single night. Nobody remembers second place. That's why I can't lose. The Rock knows how important this match is to you, John. But you said something. They know that The Rock ain't no visitor in the WWE. This house, The Rock helped build. At WrestleMania, your time is up. My time is now. John Cena, you can't beat the man because you are not the man. اتنين من أهم المصارعين على مر التاريخ، وكل واحد منهم من زمن مختلف عن التاني، بس عامل السن سمح ليهم بمواجهة على الحلبة وعمل عداوة لمرة واحدة في العمر. أفضل اتنين مؤدين على المايك، وأكتر اتنين بيعلوا حماس الجمهور وإبداعهم في عمل البروموهات حاجة ما تتوصفش، ولحسن الحظ إننا قدرنا نشوف عداوتهم في وقت من الأوقات. تابع معايا الفيديو ده عشان هكلمك فيه عن عداوة اتنين من أكبر نجوم هوليوود في الوقت الحالي، وكانوا ما زالوا من أكبر الأسماء الموجودة في مجال مصارعة المحترفين. عداوة ذا روك مع جون سينا، وتفاصيلها الحقيقية اللي حصلت ورا الكواليس واللي مش أي حد يعرفها. فقبل ما نبدأ اعمل لايك للفيديو، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. في فترة أواخر التسعينات ال WWE وصلت لشهرة وصيت مش طبيعي، وكانت الشهرة دي سبب حقبة عملت قلق في مجال المصارعة لحد النهاردة، معروفة باسم الاتيتيود ايرا. في الوقت ده الاتحاد كان عنده عدد من المصارعين الجامدين، ولكن بينهم كان في شاب صغير عنده كاريزما مختلفة عن أي حد تاني في الجيل بتاعه، واللي ظهر بسرعة جدا، وفي وقت قليل بقى هو وجه الشركة. والشخص ده كان دوين جونسون ذا روك. الروك من صغره ما كانش مركز غير على حاجة واحدة بس، وهي إنه يعمل قاعدة جماهيرية لنفسه ويمتع المتابعين عشان يحبوه ويروحوا وراه في أي مكان بيظهر فيه. وفعلا أسلوبه كان مختلف تماما، كان دايما بيخلي الجمهور شريك في كل البروموهات والفقرات اللي بيقدمها، ودايما كان بيوجه كلامه ليهم. ده غير إنه كان ليه مظهر مختلف برضه، وفي نفس الوقت علق مع الجماهير وعجبهم. من الآخر في الفترة دي الجمهور كان بيدفع فلوس عشان يجي يتفرج على الروك بعد لما بقى وجه الشركة وأكبر نجم في الاتحاد. ونجاح الروك في عالم المصارعة كان سبب في فتح باب تاني ليه بره عالم المصارعة، عن طريق إنه يظهر على شاشات التلفزيون والسينما. في البداية عمل عقد مع برنامج SNL اللي هو ساتردي نايت لايف، وكان بيظهر في البرنامج ده كل أسبوع، وكان عبارة عن برنامج كوميدي، واستمر بنفس الأسلوب، وإنه يخاطب الجمهور وإنه يحسسهم إن هو بيعمل كل حاجة عشان خاطرهم. وما عداش وقت طويل لحد لما حد من المخرجين قرر إن هو يتعاقد مع الروك عشان يشتغل معاه في أول فيلم سينمائي في حياته، واللي كان باسم سكوربيون كينج. ومن الوقت ده بقى مصير الروك إنه يكون نجم سينمائي. وبالشكل ده الروك كان مميز عن باقي نجوم الجيل بتاعه، بحيث إن هو الوحيد اللي قدر يكون واجه الشركة ونجم الاتحاد الأول في فترة قصيرة جدا، وكمان قدر يشوف طريق للشهرة أكبر بكتير من المصارعة عن طريق إنه بقى نجم سينمائي وبيعمل أفلام، ودي حاجة محدش قدر يعملها غيره في الوقت ده، ومحدش قدر يكون ناجح فيها قبله. جوه الاتحاد محدش كان مصدوم من إن الروك نجح جوه وبره مجال المصارعة، لأنه عنده مقومات وحاجات تأهله إنه يكون كده. كان عنده قبول رهيب، وعشان كده قدر يدخل عالم هوليوود وينجح فيه كمان. ولما ده حصل الروك متابعينه زادوا بشكل كبير جدا، وبدل ما كان ليه مشجعين جوه مجال المصارعة بس، بقى عنده مشجعين أكتر بكتير لما بقى ممثل. ولكن بسبب إن هو بقى ممثل ده أثر عليه في مجال المصارعة وخلاه يكون مصارع بدوام جزئي. من الآخر نجم الشركة ساب المصارعة في عز مكان المصارع الأول وراح يمثل وما بقاش موجود. ولما الساحة فضيت والروك مشي من الاتحاد، كان لسه بيبتدي يظهر في الاتحاد مصارع جديد كلنا نعرفه دلوقتي باسم جون سينا. ما كانش النجم الأول، ولكن كان عنده كاريزما وحضور خلى الجمهور يحبه برضه ويتفاعل معاه، وكان بيشتغل على نفسه كتير جدا، وبرضه في وقت قصير قدر يعمل اسم كبير لنفسه، وبقى معروف جدا بأسلوبه المميز وطريقة كلامه اللي مليانة سخرية، لدرجة إن في ناس كانت بتقول عليه إنه شبيه الروك في أسلوبه، لأنه ما كانش بيهمه حد، وكان هدفه إن هو يعمل لنفسه جمهور، ولكن بشخصية مستقلة ومختلفة عن شخصية الروك. فلما الروك مشي من الاتحاد، جون سينا زي ما تقول كده شاف إن هو ده وقته، وهي دي فرصته المناسبة عشان يكون نجم الشركة الجديد. وبالرغم من وجود مصارعين جدد كتير جدا في الفترة دي، بس جون سينا برضه قدر يثبت نفسه. جون سينا قدر يروح يلعب على بطولة الاتحاد في ريسلمانيا 21، وكمان كسب البطولة دي، وبالشكل ده بقى زيه زي الروك، لقى نفسه جوه الشركة في وقت قصير، وكمان لقى طريق لعالم السينما لما عمل بطولة أول فيلم ليه اللي كان باسم الزمارين.
ولكن بالرغم من ده سينا ما كانش ينفع يسيب المصارعة ويروح يمثل، لأنه كان لسه يدوب بيحط رجله على أول طريق النجومية في WWE. وعلى عكس الروك في النقطة دي، جون سينا كان عنده انتماء للاتحاد وقرر إنه يكمل في مجال المصارعة الحرة، وبقى اسمه أكبر من الأول بكتير. وعلى الجانب التاني الروك فضل مركز على حياته في مجال السينما، وكان نادرا جدا لما بيظهر في WWE، وظهوره كان ظهور شرفي أو في المناسبات الكبيرة، إنما ولا عداوات ولا مباريات ولا أي حاجة من الحاجات الكبيرة دي. ولكن بعد فترة اتضح إن الموضوع ده ما كانش عاجب جون سينا، لأن الروك لسه عنده جمهور ولسه ليه وضع جوه الاتحاد حتى وهو ما بيظهرش، في حين إن في ناس تانيين هالكين نفسهم وما عندهمش ربع شعبيته. وجون سينا اتكلم في مقابلة عام 2008 لما اتسأل عن الروك، ووجه له كلام وقال له يا ريت يبطل يستغل الناس ويضحك عليهم ويقول إن هو بيحب المصارعة وهو مش موجود عشان يشتغل معانا أصلا، وراح يشتغل في مكان تاني، لأن الموضوع ده أكتر حاجة مضايقاني منه. ويقال إن ده كان كلام حقيقي من جون سينا عن الروك، وإن هو ده فعلا إحساسه من ناحيته. وعلى فكرة برضو الكلام ده اتكرر في مقابلات مختلفة، وسينا اشتغل نكش في الروك لحد بعد اللي حصل ده بشهور قليلة، تحديدا في العرض التكريمي لقاعة المشاهير سنة 2008. الروك ظهر هناك واتكلم على المايك ورد على الكلام اللي سينا قاله عنه قبل فترة، أو لقح واتريق على تجربة جون سينا في التمثيل. وساعتها قال احنا هنجيب شوية ناس نربطهم ونخليهم يتفرجوا على فيلم زمارين بالعافية، فيما معناه ان الفيلم سيء جدا، او ان سينا عمال يتريق على الروك وفي نفس الوقت كان عاوز يعمل زيه وقعد يلقح عليه وكده. ومن بعد المشهد ده كل واحد منهم كمل في الطريق بتاعه. الروك فضل يعمل افلام، وجون سينا فضل نجم WWE الاول لحد بداية 2011. ساعتها تم الاعلان عن ان السنة دي هيكون في ضيف خاص لعرض راسلمانيا 27، والكل بما فيهم جون سينا كانوا مستنيين يعرفوا مين هيكون الضيف الخاص ده. حرفيا الاعلان كان اسطوري، لان الروك رجع للاتحاد في عرض من عروض الرو بعد اكتر من 7 سنين، والكل كان متحمس لوجوده. وساعتها قال ان هو لما مشي من الاتحاد كان عنده حلم، والجمهور ساعده ان هو يحقق الحلم ده وقفوا جنبه، وهو راجع عشانهم دلوقتي، ووعدهم ان هو مش هيمشي تاني ابدا. ومش بس كده، الروك كمان قال ان في شخص معين هو عاوز يقف قصاده وش لوش، شخص كان فاكر انه لطيف وكان بيتمنى له انه يكون حاجه كويسه في المستقبل، وفرح جدا لما نجح وظهر لما هو مشي. ولكن بقاله فتره بيتكلم بسوء عن الروك، مش عارف ليه ومش مهتم يعرف ليه، ولكن هو رجع دلوقتي، والشخص ده اسمه جون سينا. الروك ما استناش لحد لما الدنيا تهدى حبه، ده من اول ظهور ليه حب يولع القصه مع جون سينا، لانه فعلا كان مشغول بره المصارعه ومش عارف ليه سينا اتكلم عنه كده، مع العلم ان هما الاثنين عمرهم ما اتقابلوا اصلا، ولكن هو الوحيد اللي اتكلم عنه ولفت انتباهه. الكل ساعتها كان فاكر ان اللي رجع ده الروك بتاع الافلام، الممثل، وانه اتغير بقى وما بقاش زي زمان، ولكن بسرعه جدا اثبت لهم ان لسه زي ما هو ما اتغيرش، ورجع على طول على الشخص اللي اخد مكانه لما هو مشي وراح يمثل، والشخص ده هو جون سينا. خلال الاسابيع اللي قبل عرض راسلمانيا، الروك وسينا فضلوا يردوا على بعض من خلال الفقرات اللي كان كل واحد فيهم بيعملها لوحده، وكانت كلها تلقيح وتريقه على بعض. الروك اتريق على اسلوب سينا والالوان اللي بيلبسها، والجمله اللي دايما بيقولها واللي ملهاش معنى بالنسبه له، وسينا طبعا ما كانش بيسكت له، طلع هو كمان علق على عوده الروك وعلى الكلام اللي هو قاله عنه، وقال انه ما كانش بيتكلم عنه بسوء ولا حاجه، بالعكس ده كان بيقول الحقيقه، لانه سابهم ومشي عشان يروح يمثل. سينا قال الكلام ده على شكل راب باتل، واتريق على الروك وقال له انت سبتنا عشان تروح تعمل دور جنيه في الافلام. واستمر الحال ده لاسابيع لحد لما وصلنا لعرض راسلمانيا 27. في الحدث الرئيسي سينا كان عنده مباراه مع ميز على بطوله الاتحاد، وفي نهايه المباراه سينا كان في وضع يسمح له يفوز بالمباراه بكل سهوله، لما الروك اعلن ان المباراه هتكون من نوع نو ديسكواليفيكيشن بصفته ضيف العرض، وده طبعا بسبب ان ميز حاول يكسب بالغش. ولما الروك عاد المباراه دخل عمل روك بوتوم لجون سينا وكلفه المباراه دي، وخلى ميز يكسب ويحتفظ بالبطوله. ومن اللحظه دي رسميا بدأت العداوة بين جون سينا وذا روك. في عرض الرو بعد عرض راسلمانيا 27 الاتنين اتقابلوا عشان سينا يتحدى الروك في مباراة، طالما هو شايف ان هو يقدر يعمل كده، فقال له طالما كده يلا بينا نعمل اللي الناس كلها عاوزاه. ساعتها الروك قال له تمام انا موافق، ولكن بالشكل ده احنا هنكون بنعمل حاجة ما اتعملتش قبل كده، بالشكل ده هنكون بنصنع تاريخ. عشان كده المباراة دي ما ينفعش تتلعب في اي عرض عادي، المباراة دي هتكون اكبر مباراة في التاريخ. انا قبلت التحدي بتاعك، الروك وجون سينا في راسلمانيا 28. وبالشكل ده حددوا المباراة بتاعتهم قبل سنة من لعبهم مع بعض أول مرة في حياتهم، مباراة عمرها ما حصلت قبل كده، وهتكون في الحدث الرئيسي لعرض راسلمانيا سنة 2012. حركة ذكية جدا عشان يبنوا عداوة قوية بين أكبر اسمين في الشركة في الوقت ده، عداوة بتحصل لأول مرة في التاريخ، فلازم يستغلوا الدعاية بتاعتها على المدى الطويل. وبالفعل طول السنة دي من بعد لما حددوا ميعاد المباراة على طول
بدأ الروك وسينا يعملوا بناء طويل جدا لعداوتهم، واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بيهم عشان يعلوا حماس الجمهور، وبدأوا ينزلوا حاجات ويردوا على بعض على السوشيال ميديا، والجمهور كان متابعهم هما الاتنين، وده لأن الروك ما كانش فاضي كتير، فكان بيرد من خلال تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بتاعته، وسينا كان بيرد عليه من خلال العروض الأسبوعية والمحلية. في الوقت ده كان الروك بيصور أفلام، وسينا موجود مع WWE وكسب بطولة الاتحاد. الاتنين ما كانوش مع بعض في نفس الأماكن، لكن العداوة بينهم كانت شغالة طول السنة عادي جدا. وفي نهاية سنة 2011 حصلت مفاجأة جامدة جدا جدا، لما جون سينا دخل في عداوة مع ميز وارتروس، واضطر ان هو يستعين بأي حد هو يختاره عشان يلعبهم في عرض سيرفايفر سيريس وياخد حقه منهم. وساعتها جون سينا اختار الشريك بتاعه يكون ذا روك. I choose my partner to be The Rock. مباراة عمرها ما حصلت قبل كده، وعمرها ما هتتكرر تاني. الروك وجون سينا هيكونوا في فريق واحد. العرض ده كان بيمثل ذكرى 15 سنة على أول ظهور للروك، ومن حسن الحظ برضه إنه ظهر برضه لأول مرة في نفس القاعة المستضيفة للعرض ده، فكان لازم يستغلوا حاجة زي دي، وأكيد كانت في صالحهم وعملت حماس كبير جدا لعداوة الروك وسينا. ولكن في حاجة كلنا كنا ناسينها، وهي إن المرة دي كانت أول مرة يكون الروك فيها في مباراة على حلبة مصارعة من آخر مرة كان فيها اللي كانت سنة 2004. المباراة دي كانت بمقام اختبار، أولاً لعلاقة جون سينا والروك ببعض، لأنهم فعلاً كان باين عليهم إن هم مش بيطيقوا بعض. والاختبار التاني كان لأداء الروك على الحلبة، لأن بقاله سنين ما لعبش. والمفاجأة إنه كان لسه محتفظ بأدائه زي زمان بالظبط، ويمكن أحسن بكتير. وبالنسبة لعلاقة الروك وسينا، الحمد لله اتأكدنا إنهم فعلاً ما بيطيقوش بعض لما الروك عمل لجون سينا روك بوتوم بعد لما المباراة خلصت. من بعد العرض ده الروك فضل بعيد عن الأحداث لحد فبراير عام 2012، وكان باقي بس 5 أسابيع على عرض ريسلمانيا 28، فكان لازم العداوة بينهم تولع أكتر من كده. والروك فعلا لما رجع كمل تحفيله وتليح على جون سينا. عاوزك تفهم حاجة، وهي إن مفيش حد اتريق على جون سينا ولا اتكلم عنه بكل صراحة بالشكل ده غير الروك. الروك اتكلم بطريقة غريبة قوي، وانتقد كل حاجة جون سينا بيعملها من أول كلامه لحد اللبس اللي هو بيلبسه، اللي برضه المشجعين بينتقدوه ويتريقوا عليه. عشان كده الجماهير كان عاجبهم جدا اللي الروك عمله في جون سينا في الوقت ده. وبدل ما كان المفروض يهاجموا الروك لأن هو اللي كان غايب عنهم من سنين طويلة، وجون سينا هو اللي كان موجود والمعجبين بيحبوه، فالموضوع اتحول لأن أغلب الجمهور بقى يشجع الروك لأنه بقى يتكلم على الحاجات اللي فعلا هم عاوزين يقولوها. وغير كده جون سينا كان موجود قصادهم كل يوم من ساعة لما الروك مشي، فأكيد لما الروك يرجع هيفرحوا بيه لأنه كان وحشهم وغايب عنهم بقاله كتير قوي. بس بالرغم من ده المصارعين في الكواليس كان ليهم رأي تاني، لأنهم كانوا متضايقين من وجود الروك اللي رجع خطف الأنظار وسرق أحلام أغلب المصارعين اللي كانوا قريبين من الحدث الرئيسي، واللي منهم عمرهم ما راحوا ولا مرة للحدث ده. فلما جه الروك كل الأحلام دي راحت، وما بقاش قصادهم حل غير إنهم في الكواليس يشجعوا جون سينا ويتمنوا إن هو يهزم الروك، عشان خاطر هو دلوقتي بيمثل كل الناس اللي كانت موجودة أيام لما الروك كان غايب. المصارعين كان عندهم نفس مشكلة سينا مع الروك، اللي هو أنت عمال تقول بتحب المصارعة والمصارعة هي شغفك وحياتك والاتحاد ده بيتك، طب كنت غايب ليه وسبت المكان ومشيت؟ مصارعين كتير جدا كانوا كارهين وجود الروك، وإنه كان ليه وضع وتعامل خاص غير أي حد تاني، وليه مكان خاص بيه عشان ما يختلطش بحد ولا يتعامل مع حد في الكواليس. بس الروك ولا كان في دماغه، كان عارف كل ده وما كانش فارق معاه. كان أهم حاجة عنده في الموضوع ده الجمهور. طالما الجمهور مبسوط وحابين وجوده فهو كمان مبسوط ومش فارق معاه كلام أي حد. وأثناء العداوة بينهم وقبل المباراة بتاعتهم بأسابيع قليلة، جون سينا طلع واجه الروك في فقرة من الفقرات، وخلال الفقرة دي جون سينا عمل حاجة لا الجمهور هينساها ولا الروك هينساها. سينا كان طالع يثبت حاجة واحدة بس، وهي إنه أفضل من الروك، وطلع يهزقه بالذوق وبالعقل. جون سينا طلع قال للروك أنت أناني، وأهم حاجة عندك نفسك وبس، وابن ولو الشركة دي هتقفل بكرة أنت مش هتيجي هنا إلا لو ليك مصلحة. وعموما الشعارات بتاعتي اللي أنت عملت تتريق عليها دي أنا مش محتاجها عشان أكون مشهور، وبرضه مش محتاج الحاجات اللي بلبسها في إيديا دي عشان أداري كلام كاتبه، لأني ما عملتش زيك وكتبت الكلام اللي المفروض أطلع هنا وأقوله. ساعتها الروك كان مش حافظ الكلام اللي المفروض يطلع يقوله، فكان كاتب الكلام ده على إيده. قبل لما سينا يطلع على الحلبة شاف من الشاشات اللي موجودة في الكواليس إن الروك كاتب حاجة على إيده، قام استغل الفرصة دي عشان يرد على الروك اللي عمال يتريق عليه ويغلط فيه. ساعتها الروك اتفاجئ لأنه ما كانش متوقع إن سينا يطلع يفضحه كده، وبان على وشه جدا إن هو اتضايق وزعل من جون سينا. حتى لما رد على سينا كان متوتر ومش عارف يرتب الكلام لأنه اتصدم من رد فعل جون سينا. المهم الروك رد عليه وقال له بص انت تعمل اللي انت عاوزه، اتكلم عني وقول انك بتتكلم عن دوين جونسون مش الروك، او انك بتتكلم عن الروك مش دوين جونسون، بس انا عاوز اقولك ان الروك دوين جونسون بطل الشعب، اعظم واحد، كل الاسامي دي اسامي بتاعتي انا. كل الكلام ده مش مهم، اللي عاوز اقوله لك ان في راس المنيا انا ههينك.
الوضع من بعد الفقرة دي كان حاجة مش حلوة خالص. الاتنين وصلوا لمرحلة إن فعلا مش طايقين بعض نهائي، وكل واحد كان ليه أسبابه. ده مش بيطيق ده عشان بيتكلم عنه، والتاني بيتكلم عنه عشان غايب وعمال يقول بحب المجال وبيضحك على الناس. فمن بعد اللي حصل ده الاتنين بقوا يطلعوا اللي في قلبهم من ناحية بعض بجد. وعشان الحركة اللي عملها سينا، الروك بعد كده طلع يتكلم معاه من غير ما يجهز كلام. كل الكلام اللي قالوه لبعض بعد كده كان حقيقي مش متفقين عليه. بعدها الروك قال لسينا انت هتفضل طول عمرك عيل صغير بالنسبة لي، بتحاول تكون زيي، وجات معاك حظ لما انا مشيت. وسينا طلع في مرة وقال له انه كان المفروض يقول ان هو بيحترم الروك، لكن للاسف مش هيقول كده لان هو مش بيحترمه. الاتنين تخطوا كل الحدود تماما، وسينا قال للروك ان بعد راس المنيا كل حاجة هترجع لوضعها الطبيعي. الروك هيرجع لهوليوود وسينا هيكمل هنا في الاتحاد، ولو الروك حب يجي بعد كده حتى لو بصفته ضيف هيكون غير مرحب بيه، لان وجوده اخد منه كل حاجة. محدش كان متخيل ان حد منهم ممكن يكسب والتاني ممكن يخسر. الروك قال لسينا انه هزم ناس كتير جدا في راس المنيا، وفي السنة دي هو مضطر يهزمه عشان يكون اعظم مصارع في الشركة. والفقرات اللي كانت بينهم انتهت بجملة قالها الروك، وهي انه بشكل شخصي هو فعلا ما بيحبش جون سينا. وفي عرض راس المنيا 28 الحدث الرئيسي جه وقته. بعد تجهيز وبناء لمدة سنة كاملة، الروك رجع لمباراة تانية في بلده، والأغلبية كانوا عاوزين الروك هو اللي يكسب. في المباراة دي الروك كان فعلا جاهز، كان أداؤه ممتاز، جسمه كان أحسن، كان أقوى من أي وقت قبل كده. الكل كان متحمس جدا للمباراة دي. اتنين شالوا الشركة في فترات مختلفة، وأخيرا اتقابلوا سوا لأول مرة في حياتهم، وكل واحد فيهم عاوز يثبت إن هو الأفضل من التاني. سينا شاف إن المباراة دي هي أكبر مباراة في حياته، فكانت مهمة جدا بالنسبة له. وعلى الرغم من إن سينا كان مسيطر في أغلب الوقت خلال المباراة دي، إلا وإنه عمل غلطة كلفته المباراة. سينا حب يستهزأ بالروك، قام الروك وقف وعمل له روك بوتوم، وحرفيا خطف المباراة منه وكسب مباراة العودة بتاعته، وقضى تماما على حلم جون سينا. على الرغم من إن أغلب المتابعين ما كانوش متفاجئين من اللي حصل ده، لأنهم كانوا مقتنعين إن الروك ما ينفعش يخسر أول مباراة ليه في راس المنيا بعد 8 سنين غياب، بس برضه اللحظة دي كانت محبطة جدا لجون سينا. ولكن مع نهاية العرض، فالعداوة الشخصية اللي كانت بين الروك وسينا وكرههم لبعض خلال الفترة اللي فاتت، ممكن نقول إن القصة دي اتصلحت في الكواليس. لأن بعد المباراة في الكواليس سينا راح يهني الروك على الفوز ده وسلموا على بعض، وبالشكل ده العداوة الحقيقية الشخصية اللي كانت بينهم تعتبر اتحلت، لما سينا أظهر للروك إن هو فعلا مش بيحقد عليه وإنه جاي يهنيه. بعد عرض راس المنيا خلال باقي السنة دي، الروك حب يثبت إن هو مش مجرد مصارع بدوام جزئي، وإنه هيكون موجود عشان بيحب المجال، وراجع عشان يكون بطل الشركة وبطل الجمهور زي زمان. في نص سنة 2012 الروك أعلن إن هو هيكون موجود في عرض رويال رامبل عام 2013، وهيشارك في مباراة على بطولة الاتحاد، وهيلعب ساعتها ضد البطل أيا كان هيبقى مين. وبالفعل الروك عمل كده ولعب سين بانك وأخد منه البطولة. وفي نفس العرض قبل المباراة دي جون سينا كسب مباراة الرويال رامبل عشان يروح يحجز لنفسه مكان في عرض راس المنيا 29، عشان بالطريقة دي سينا والروك هيتقابلوا لتاني مرة، وسينا هيبقى عنده فرصة عشان يعوض اللي حصل معاه السنة اللي قبلها. المباراة دي كانت بالنسبة لسينا أهم من أي حاجة في حياته، لأن الهدف منها كان إنه يصلح اللي حصل من سنة فاتت وياخد حقه من الروك ويهزمه المرة دي. عاوز أقولك إن العداوة دي فعلا كانت لازم تنتهي بالشكل ده، وكان لازم يكون في مباراة إعادة، لأن الاتنين نجوم كبار جدا، ما ينفعش حد منهم يكسب والتاني يخسر وخلاص كده. وكانت برضو مصلحة بالنسبة للشركة عشان يستفيدوا أكتر من عدد المعجبين اللي بيتابعوا الروك، اللي جوه مجال المصارعة واللي بره من عالم السينما. واللي حصل إن في مباراة الإعادة اللي اتلعبت بينهم جون سينا هو اللي كسب المرة دي وهزم الروك وأخد منه بطولة WWE في مباراة كانت برضو أسطورية زيها زي مباراة السنة اللي قبلها. بعد المباراة دي حصلت لحظة بين الاتنين أظهروا فيها احترامهم لبعض قصاد الجمهور كله، عشان بالشكل ده ينهوا العداوة اللي حصلت بينهم تماما. والاتنين كلموا بعض على الحلبة كلام مش متجهز، وكل واحد قال للتاني اللي في قلبه. وسينا قال للروك إنه كان دايما واخده قدوة بره عن العداوة اللي حصلت بينهم، وإنه من غيره ما كانش هيحصل على الدفعة دي. والروك قال له إن هو بيكن ليه نفس الشعور ومبسوط جدا باللي حصل بينهم، وقال لسينا إن هو يستحق يكون بطل ويستحق يكون نجم كبير فعلا. وشكروا بعض هما الاتنين وختموا العرض بإن كل واحد فيهم حيا التاني عند المسرح. الاتنين من أفضل النجوم في مجال مصارعة المحترفين، وفترة العداوة بينهم عمرنا ما هننساها، وكانت من أجمل الفترات اللي حصلت وجذبت ناس كتير جدا ما كانوش بيتابعوا مصارعة. ممكن نقول على العداوة دي إنها فعلا من أحسن العداوات اللي حصلت في التاريخ، مع إن ما كانش فيها ضرب وقتال قبل المباراة، ولكن الكلام اللي كان بينهم والبروموهات اللي عملوها مع بعض عملت حماس كبير جدا للجمهور، والحماس ده هو اللي خلى العداوة تكون جامدة وخلانا نحس فعلا إنها مسألة شخصية من غير ما يضطروا إنهم يلجأوا للضرب عشان يثبتوا ده للجمهور. عاوزك دلوقتي تقول لي خلال العداوة دي كنت بتشجع مين فيهم؟ بتشجع الروك ولا بتشجع جون سينا؟
ويا ريت تكتب لي في الكومنتات عاوز نتكلم عن عداوة مين المرة الجاية. وإلى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا.